لأطفال غزة من أجل أن يعيشوا مثل كل أطفال العالم برخاء وهناء، من أجل حقهم في الماء والأكل والدواء، ومن أجل حقهم في الدراسة والتعلم. الرحمن الرحيم. إذن كما رأيتم هذه الوقفة الحاشدة في دار التونسي بطنجة، ببني مكادة بطنجة، كانت بطبيعة الحال في إطار سلسلة الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات والفعاليات المساندة لفلسطين، المساندة لغزة، والشاهدة على ما يقع وما ينبغي أن يقع ولا يقع، وهو الإعلان الصريح الرسمي الذي طال انتظاره من الجماهير المغربية بإلغاء صفقة العار وإلغاء وقفة واتفاقية التطبيع التي كانت ولا زالت خطأ لا يليق بالمغرب وبمكانة المغرب كدولة قوية، كدولة كانت دائما محط أنظار العالم، وكانت دائما صلة الوصل بين فلسطين والعالم. كلكم لاحظتم أننا وقبل التطبيع كان المغرب محطة رئيسية يأتي إليه وزير خارجية أمريكا ويستقبل في المغرب قبل أن يذهب إلى أي عاصمة أخرى، ثم عندما يختم زيارته يعود. اليوم بعد التطبيع لا أحد يسأل عنه، مما يعني أن هذا التطبيع لم نجر معه إلا المذلة والهوان، وأن هذا التطبيع لا يخدم القضية في شيء، وإنما هذا التطبيع مكن ويمكن مع الأسف ومع كامل الحزن لفئران وتعابين أن تخرج من جحورها وتنفث السموم. هذه التعابين والجحور، هذه التعابين والفئران التي خرجت من جحورها لم تنتفض يوم راسل صهاينة بكل وقاحة، راسلوا رأس الدولة يطالبون منه، وهو الذي كان دائما حريصا على القضية الفلسطينية، يطالبون منه أن يقمع الوقفات السلمية الاحتجاجية والمساندة لغزة. وانتفضوا لما تحدث أسد المقاومة بكل أدب وبكل تجرد أن التطبيع لا يخدم المغرب، وأن المغرب والشعب المغرب يجب أن يكون سندا لحاكمه في مواجهة الصهاينة. انتفضوا ورأوا في هذا الكلام قلة أدب، ويا لسوءاتهم ويا لجسارتهم. ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. هؤلاء قد قبضوا الثمن من الصهاينة مقدما، واليوم ملزمون بدفع الثمن، ثمن الخيانة وثمن العمالة. نقول لهم قد رأيتم أن اليوم وقع اتفاقية هدنة، هي أول الغيث، اتفاقية هدنة بسيطة بموجبها يخرج 3 أفراد من السجون الصهيونية، 3 فلسطينيين مقابل صهيوني واحد. ولا ننسى أن هؤلاء ال50 الذين تفاوضت بهم حماس اليوم كانت مستعدة لأن تعطيهم في أول الحرب بدون ثمن، اليوم تقبض فيهم الثمن، والثمن هو وقف العدوان والسماح بالدخول الاحتياجات اللازمة والسماح. نقول أن غزة تطوق أعناقنا بمزيد من الدعم الرسمي والشعبي، تطوق أعناقنا بأن ننهي هذه القصة المخزية، وهذه القصة وهذا الخطأ نصححه، خطأ التطبيع، لأنه لا يليق بدولة الشرفاء، بدولة المرابطين، أن تطبع مع هذا الكيان المسخ الذي ثبت عجزه وفشله وثبتت حقارته في مهاجمة وفي نجاحه فقط في قصف الأبرياء وقتل الأطفال وقتل النساء. أما الرجال فهم في الميدان يضيقونه الويلات ويجرعونه الخيبات، وإن شاء الله النصر، نحن على أبواب النصر، وهذه المعركة هي خطوة على طريق النصر الكامل لتحرير فلسطين، كل فلسطين من النهر إلى البحر. هذه الوقفة صادفت يعني إحدى المبشرات الكبرى للنصر الذي أحرزته المقاومة، خصوصا يعني الاتفاق الذي حصل يعني خلال هذه اليومين، واللي غيبدا ان شاء الله يدخل حيز التنفيذ غدا.
فهذا نصر مؤزر بالنسبة للمقاومة، واستطاعت أن تفرض شروطها على العدو الصهيوني، خصوصا وأن هذا العدو كان يراهن على كسر المقاومة منذ البداية الأولى للعدوان من خلال القصف المكثف للطيران الحربي ومن خلال اجتياحه البري، ظنا منه أنه سيستطيع أن يكسر شوكة المقاومة وأن يهجر الفلسطينيين من جديد، وأن يكرر ما سماه ما جاء على لسان مسؤوليه بالنكبة الجديدة. ولكن خاب أمله وانتصرت المقاومة بفضل الله رغم ما شهدناه من الدمار ومن من قوافل الشهداء ومن الدمار الهائل الذي أحدثه هذا الكيان على مستوى العمران وعلى مستوى الأرض والشجر والحجر والبشر. لكن كل ذلك أمام الغايات الكبرى، أولها تحرير فلسطين، يهون. ولسنا نحن من نقولها هذا الأمر، وإنما الفلسطينيون يعبرون عن ذلك ويقولون لإخوانهم: نحن مستعدون لأن نضحي بكل غالي ونفيس. وقد شهدنا بسطاء الناس يقولون: ربنا خذ من دمائنا للأقصى ولفلسطين.